الحكاية بتبدأ على شاطئ البحر مع العم لاو وابن أخوه شينج وهما نازلين من المركب، والعم لاو أخد ابن أخوه شينج من الصين ووصله لمدينة تايلاند علشان يشتغل مع قرايبه. وبعد كده الاتنين قرروا يستريحوا ويشربوا عصير لأن الجو كان حر جدا. بس فجأة وبدون سابق انذار في مجموعة بلطجية ظهروا في المكان وبدأوا يعاكسوا البنت اللي بتبيع العصير. وفي البداية شينج كان عايز يضربهم، لكن عمه فكروا بسلسلة أمه ووعدوا ليها إن عمره ما يتخانق مع أي حد. وللأسف البلطجية اتعدوا على البنت ومفيش حد وقف لهم، ده غير إنهم سرقوا أكل من طفل مسكين بدون رحمة. ومن هنا هيسو ظهر، وهيسو يبقى شاب جدع ويبقى واحد من قرايب شينج. وفي البداية هيسو مسك المجرمين وروق عليهم مع إنهم كانوا أكتر منه في العدد، لأنه اتدرب على الكونج فو من صغره ومهاراته خرافية وملهاش مثيل. وبعد ما هيسو علم البلطجية الأدب ومسح بيهم الأرض، فالعم لاو وشينج سلموا عليه واتمشوا مع بعض. وشينج والعم لاو وهيسو دخلوا بيت بسيط كان موجود فيه كل قرايبهم الشباب، فشينج سلم عليهم والعم لاو أمرهم إنهم يخلوا بالهم من شينج ويعملوه زي أخوهم بالظبط. ده غير إن ماي ظهرت وسلمت عليه، وماي تبقى أخت قرايب شينج الصغيرة وأحضرت له شاي علشان يروق أعصابه. وفي النهاية العم لاو طلب من الشباب يشغلوا شينج معاهم في مصنع التلج لأنه شاب محترم ومجتهد. وتاني يوم الصبح فالعم لاو وصل شينج للمصنع علشان يبدأ الشغل مع قرايبه، وقال له يخليه في حاله وما يعملش أي مشاكل. أما قرايب شينج رحبوا بيه في سعادة أول لما شافوه، وهيسو أخده علشان يقابل مدير المصنع. ومن هنا بنعرف ان مدير مصنع التلج كان بيشتري ممنوعات من تاجر مخدرات، لكنه بيتظاهر ان هو راجل طيب قدام الناس. ولما شاف شينج قال ان هو هيبدأ في الشغل من بكرة، فشينج وهيسو حسوا بسعادة كبيرة. وبالليل شينج وهيسو كانوا مروحين البيت، لكنهم اتفاجئوا ان جارتهم بتعيط. فهيسو سألها ايه اللي حصل، وعرف منها ان جوزها خسر كل فلوسه على القمار. وفي البداية هيسو راح نادي القمار بشجاعة واتفرج على كل حاجة من بعيد لحد ما كشف ان في غش بيحصل، وقال لزوج السيدة يجي معاه ويسيب القمار. وطبعا اصحاب النادي الاندال حسوا بالغضب. اما هيسو الجدع اعطى السيدة وزوجها مبلغ مالي بسيط علشان يساعدهم، وبعد كده انطلق هو وشينج في الطريق. لكن فجأة وبدون سابق انذار اصحاب النادي الاندال ظهروا في المكان، وطبعا هيسو اتصدى لهم بدون خوف زي الاسد. اما شينج فضل يبص لقلادة والدته وافتكر وعده ليها ان هو ما يستخدمش قوته في القتال ابدا. وبعد ما المعركة انتهت فشينج اعتذر لهيسو لانه ما ساعدوش، وعرفه ان وعد والدته ان عمره ما يستخدم مهاراته الاسطورية في القتال. وتاني يوم الصبح ماي صحت الشباب علشان ينطلقوا للشغل. اما العم لاو فودع شينج واتمنى له التوفيق، فشينج قال ان هو هيفضل فاكر وعده لوالدته ومش هيدخل في اي قتالات او اي مشاكل. وفي الوقت ده ماي كانت بتغسل ملابس اخواتها عند النهر، وفي شاب ندل فضل يعاكسها، بس من حسن الحظ شينج ظهر على اخر لحظة وانقذها منه. وبعد فترة صغيرة فشينج وقرايبه وصلوا لمصنع التلج، فهيسو قال لشينج يقابل المشرف علشان يبدأ الشغل، والمشرف قال لشينج يدفع التلج على المزلجة علشان يتم تحميله في عربيات النقل. لكن بالصدفة دفع لوح التلج بقوة شديدة كسرت المزلجة، ومن هنا حصلت المصيبة لان في اكياس ممنوعات كانت موجودة في التلج، وواحد من سائقي الشاحنات خبى كيس المخدرات بدون ما اي حد ياخد باله وضرب شينج على اللي عمله. فهيسو وقرايبه هزقوا صاحب الشاحنة
وكان في خناقة كبيرة هتحصل، لكنهم سيطروا على غضبهم بصعوبة. وفي النهاية شينج صلح المزلجة ورجع لدفع ألواح التلج من جديد. وبعد ما الشغل انتهى فالمشرف نادى على 2 من قرايب شينج وقال لهم يكلموا مدير المصنع. وطبعا قرايب شينج سمعوا الكلام، وأول ما مدير المصنع شافهم فعرض عليهم مبلغ مالي كبير علشان يساعدوه في تهريب الممنوعات، لكنهم رفضوا وقالوا انهم عاوزين يكسبوا فلوسهم بشرف بدون الخروج عن القانون. ومن هنا مدير المصنع الغدار ضحك في وشهم وقال لهم يروحوا، لكن امر اتباعه يخلصوا عليهم في السر. ده غير ان المجرمين خبوا جثثهم داخل مكعبات التلج علشان محدش يعرف مكانهم. وفي نفس الوقت ده شينج وهيسو حسوا بالقلق على قرايبهم الاتنين لانهم ما كانوش موجودين على العشاء. وتاني يوم الصبح هيسو دور عليهم في كل حتة، لكنه عمل كل ده بدون فايدة لحد ما سأل مدير المصنع عليهم. فمدير المصنع قال له انهم راحوا علشان يقابلوا المعلم مي صاحب المصنع، والمعلم مي يبقى راجل غني جدا وكسب كل فلوسه من تجارة الممنوعات لانه بيخبيها في مكعبات التلج بدون علم البوليس. ده غير ان هو معلم رهيب بالكونغ فو ويعرف اسرار قتالية سرية مميتة. ومن هنا بنعرف ان ابن مي يبقى هو نفس الشاب الندل اللي بيعاكس مي وطلب من والده فلوس علشان يتفسح بيها. اما هيسو فجاب اخوه الصغير وراح علشان يسأل المعلم مي عن قرايبه اللي اختفوا فجأة بدون اي اثر. وطبعا المعلم مي كذب عليهم وقال لهيسو ان قرايبه ممكن يكونوا راحوا لنادي اللعب القمار او هربوا من البلد. فهيسو قال انهم مستحيل يعملوا كده. ومن هنا المعلم مي عرف ان هو مش هيقدر يكذب على هيسو وعرض عليه مبلغ مالي كبير علشان ما يسألش على قرايبه من تاني وينساهم تماما. فهيسو قال للمعلم مي ان هو هيبلغ البوليس عنه لانه ممكن يكون قتلهم او اذاهم. ومن هنا المعلم مي الغدار امر اتباعه يحاصروا هيسو من كل اتجاه لانهم لو بلغوا البوليس فهيروح في داهية. وفي بداية القتال اتباع مي اتلموا على اخو هيسو زي الكلاب وخلصوا عليه بفاس في ظهره. اما هيسو فقاتل بشجاعة لحد اخر نفس لكن بدون فايدة. وفي نهاية الامر ابن المعلم مي قتله بسكينة في بطنه. اما شينج ففضل سهران طول الليل بسبب قلقه على هيسو. واول ما لاحظ الساعة وصلت 12 فطلب من مي وقرايبه يدخلوا يناموا لان في شغل بكرة. وتاني يوم الصبح فشينج وقرايبه صحيوا وهم غضبانين لان هيسو واخوه لسه ما رجعوش لغاية دلوقتي. ومن هنا شينج وقرايبه راحوا لمدير مصنع التلج اللي كذب عليهم وقال ان هو ما يعرفش هم راحوا فين. ومن هنا قرايب شينج فقدوا اعصابهم وبدأوا يتخانقوا مع المشرف واتباعه. وللاسف شينج فضل واقف بدون ما يتحرك لانه بص للقلادة بتاعته وافتكر وعده لوالدته لانه مش هيقاتل اي حد. بس فجأة وبدون سابق انذار في عربية ظهرت في المكان ونزل منها بلطجية المشرف علشان يقاتلوا قرايب شينج. ده غير ان في واحد من البلطجية قطع سلسلة شينج اللي كان واخدها من والدته. فشينج فقد اعصابه وزعل الجميع وقال للبلطجية يقاتلوه هو لوحده ويسيبوا قرايبه. ومن هنا بتظهر قوة شينج الخرافية في الفنون القتالية لانه اتدرب على الكونغ فو وهو عنده 3 سنين وقدر ان هو يمسك البلطجية ويمسح بيهم الارض قدام كل قرايبه. واول لما القتال خلص فحس بالحزن على قلادة والدته اللي اتكسرت. وبعد ما الفوضى انتهت اخيرا فمدير المصنع الذكي رقى شينج وخلاه المشرف الجديد. ودي كانت خطة منه علشان يخلي شينج وقرايبه فرحانين وينسيهم البحث عن هيسو وباقي اخواتهم. ومن هنا شينج وقرايبه روحوا بيتهم في سعادة كبيرة وفضلوا يحتفلوا طول الطريق. حتى مي هي كمان كانت فرحانة وسألتهم هو ايه اللي حصل فحكوا لها كل حاجة بالتفصيل وعرفوها ان شينج
شينج بقى المشرف الجديد، لكنها اول ما سألتهم عن مكان هيسو وباقي اخواتها فكلهم سكتوا. فمي قالت انهم اتلهوا بالشغل ونسيوا اخواتهم اللي اختفوا، وبعد كده فضلت تعيط. ومن هنا شينج وعدها ان هو هيقابل مدير المصنع بأقرب وقت ممكن علشان يعرف هم راحوا فين. وتاني يوم شينج كلم مدير المصنع وقال لقرايبه ان هو هيقابله بالليل علشان يتكلم معاه عن هيسو واخواته اللي اختفوا. لكن اول لما شينج وصل علشان يتكلم مع مدير المصنع الغدار فاتفاجئ ان هو احضر معاه بنات واغراه علشان يسكر وينسيه كل حاجه. وللاسف شينج وقع بالفخ وما بقاش مركز لحد ما مدير المصنع واتباعه اهانوه واستهزأوا بيه. اما مي ففضلت سهرانه طول الليل لانها كانت قلقانه على شينج. ومن هنا اخوها الكبير طلب منها انها تنام لان الوقت اتأخر. وتاني يوم الصبح فشينج صحي في نادي ليلي، ولما كان خارج فمي شافته بالصدفة فشينج اتكسف منها ومي حست بالحزن الشديد عليه. ومن هنا شينج انطلق للشغل بأقصى سرعته لانه اتأخر. واول لما وصل للشغل فقرايبه سألوه هو عمل ايه، فشينج قال لهم ان هو اتعشى وسكر مع مدير المصنع. فكل قرايبه اتضايقوا منه لان هو محققش في اختفاء هيسو وباقي اخواتهم، ده غير انهم اتقلبوا عليه ورفضوا يشتغلوا. لحد ما شينج راح للمدير وطلب منه يقابل المعلم مي بأسرع وقت ممكن. وطبعا المدير الندل بلغ المعلم مي ان شينج عايز يقابله. فمي اتفق مع ابنه انهم يعملوا خطة ذكية علشان يضحكوا على شينج. وبعد فترة صغيرة فشينج دخل بيت المعلم مي علشان يقابله، لكنه اتفاجئ بمجموعة كلاب شرسة هجموا عليه من كل اتجاه فتفاداهم بسرعة البرق لحد ما المعلم مي ظهر بنفسه وبعدهم عنه. ومن هنا المعلم مي الخبيث كذب على شينج وقال له ان هو بلغ البوليس وارسل اتباعه علشان يدوروا على هيسو وباقي اخواته، ده غير ان ابن المعلم ظهر وقال انهم فتشوا المدينة كلها علشان يوصلوا لقرايب شينج. ودي تبقى تعتبر تمثيلية علشان يخدعوا شينج ويقنعوه انهم طيبين. وللأسف شينج صدقهم وسابهم في حالهم. فالمعلم مي وابنه فكروا ازاي هيخلصوا عليه هو وكل قرايبه. ولما شينج رجع للبيت فالكل كان متخاصم معاه ورفضوا يكلموه لانه بقى المشرف وبقى تابع لمدير المصنع. ومن هنا شينج حس بالحزن لدرجة ان هو رفض ياكل واخد نفسه ومشي من البيت. فمي جريت وراه وحاولت تصالحه لانه قال لها ان هو مش هيهدى غير لما يعرف هيسو واخوه راحوا فين. وبالليل شينج لف المدينة كلها علشان يعرف الحقيقة. وفي نفس الوقت ده ابن المعلم مي واتباعه اتسللوا وخطفوا مي، وبعد كده حصروا البيت بأسلحتهم لانهم عاوزين يقتلوا كل اخواتها. اما شينج فاستغل ان مفيش حد بيحرس المصنع في الوقت ده ودخل مخزن التلج علشان يفتشه. فشينج اخرج الكشاف وكسر الواح التلج علشان يعرف ايه اللي موجود فيها، وعرف ان المعلم مي بيخبي الممنوعات بدون علم البوليس، ده غير ان هو لاحظ بالصدفة ان في جثث موجودة في التلج واتصدم لما عرف ان دي جثث هيسو واخواته. بس فجأة وبدون سابق انذار ابن المعلم مي واتباعه ظهروا في المكان. وطبعا شينج انفجر من الغضب وما كانش شايف اي حاجة قدامه لانه اخيرا وقف وش الوش قدام الكلاب اللي قتلوا قرايبه الاعزاء. ومن هنا شينج استخدم قوته الكاملة في الكونج فو لحد ما قدر ان هو يخلص على جزء كبير جدا من اتباع مي وخرج من مستودع التلج علشان يقدر يقاتل بكل حرية. ومهما المجرمين حاولوا يسيطروا عليه فكانوا دايما بيفشلوا لان شينج كان سريع جدا في القتال ومهاراته ملهاش مثيل. وفي النهاية شينج قضى على كل اعدائه وقاتل ابن المعلم مي وش الوش. فشينج مسكه وروق عليه وانهى حياته بلكمة قوية فجرت قلبه. وبعد المعركة فشينج رجع للبيت علشان يستريح ويداوي جروحه، لكنه بالصدفة لاحظ ان في دم على الارض. ولما فتش المكان فاكتشف ان اتباع مي الغدارين قتلوا كل قرايبه بدم
بارد، ده غير ان هو ملقاش جثة ماي، فعرف انها اتخطفت وما بقاش عارف يتصرف ازاي. وتاني يوم الصبح شينج قعد عند النهر وقال ان هو خلف وعده لوالدته لانه قتل ناس كتير، وشينج كان عاوز يرجع لبلده لكنه افتكر قرايبه الغلبانين اللي ماتوا غدر، وقرر ان هو لازم ينقذ ماي مهما كان التمن. وبالفعل شينج قفز على اسوار بيت المعلم مي وقال له جه الوقت علشان تاخد جزائك. فالمعلم مي ارسل اتباعه علشان يدافعوا عنه، وفي البدايه شينج حذرهم وطلب منهم يبعدوا عن طريقه، لكن مفيش حد فيهم سمع الكلام، فمسكهم طحنهم وخلص عليهم كلهم بدون رحمه لحد ما وقف وش الوش ضد المعلم مي. ومن هنا بدأ القتال ما بينهم. وفي بدايه القتال كان متعادل لان الاتنين محترفين بالكونغ فو، ده غير ان المعلم مي اخرج سكينه وجرح شينج بمنطقه خطيره. وفي وسط القتال واحده من الخدم هربت باقصى سرعتها وحررت مي من سجنها علشان تستغل ان مفيش اي حراس وتبلغ البوليس. اما شينج استخدم كامل قوته على المعلم مي لانه قتل قرايبه بدم بارد لحد ما اخترق جسمه بصوابعه وقتله في لمح البصر، ده غير ان هو فضل يضرب فيه بعد موته من كتر الغضب. وفي نهاية الامر ماي حضرت مع البوليس وطلبت من شينج يسلم نفسه علشان البوليس ما يأذوهوش، فشينج سمع كلامها. وبكده يكون شينج خلص على المعلم مي ورجع حق كل قرايبه اللي ماتوا غدر. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يا الله سلام.